صرتني وآزرتني وتزوجتني وأنا رجل بسيط، لست معروفا ولا مشهورا. تزوجتني من بيت الله عز وجل من المسجد، وما شقت علي في صداق ولا في جهاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة نصلي على محمد عليه الصلاة والسلام. في ترند اليومين دول موجود في السوشيال ميديا شاغل الناس كلها، لأنه تقريبا الشخصية شخصية معروفة وناس كتير بتحبه وناس كلها يعني بتتابعه، وهو الشيخ عبد الله رشدي. الحقيقة الشيخ عبد الله رشدي كان متزوج من سيدة فاضلة من فترة 15 سنة، ولكن شاء القدر ان هي تعبت وتوفاها الله. وطبعا زي ما ربنا يعني خد امانته، زي ما ربنا برضو شرع ان الجواز حلال، وان الواحد لما زوجته تتوفى ان هو برضو عشان خاطر يصون نفسه من العفة ان هو يتزوج. ولكن المشكلة كلها بقى لما تسيب النهاردة، انت كنت متزوج من سيدة فاضلة بقالك 15 سنة، سيدة محدش سمع عنها اي حاجة في فترة ما انت موجود على السوشيال ميديا، او الفترة ان انتوا عايشين مع بعض محدش سمع حاجة عنكم. ولكن شاء القدر ان عمنا الشيخ عبد الله رشدي انه يختار أمنية حجازي. اللي ما يعرفش يا جماعة، أمنية حجازي دي كانت بلوجر، وكانت بتطلع بس مسيبة شعرها، وان هي بتعمل الحاجات اللي بيعملوها البلوجرات دي كلها. ولكن شاء القدر ان الشيخ عبد الله رشدي يختارها دونا عن ناس كتير. ينحسب له ما تنحسبش عليه مبدئيا عشان ما نخلطش الامور ببعضها. ينحسب له ان هو خلاها اتخمرت، اتحجبت واتنقبت، تنحسب له. وانه ان هي بطلت موضوع البلوجر والكلام الفاضي ده كله. طيب هو ايه المشكله بقى دلوقتي؟ طيب المشكله ان هو تزوج أمنية حجازي سرا، ولكن شرعي، بقسيمة زواج بشهود بكل حاجة، بحقها الشرعي بكل حاجة، بقايمة بكل حاجة. طيب واتفق ان هو مش عايز الموضوع يطلع على السوشيال ميديا او ان حد يعرف اي حاجة عنه الخاصة، لانه تقدروا تقولوا ان هو يعني في ناس قاعدة راصدة كل تحركاته، وده طبيعي لانه راجل داعية وراجل شيخ محبوب في الوسط الايه في الوسط الديني. فالفكرة كلها في ايه؟ ان هو ما كانش عايز الموضوع ان حد يعرفه، ولكن هي في الاول وفي الاخر يعني تعمدت ان هي تطلع بعض الحاجات اللي بتبين هي متزوجة مين. يعني تعمل مثلا بعض البثات او تعمل حاجة كده، بعض الصور، عشان ما نقولش بثات، بعض الصور من عربية الشيخ عبد الله رشدي. طبعا هو بيعمل بثات ساعات من العربية او بيعمل فيديوهات من العربية، فبيقارنوا العربية بالكلام ده كله. فبتيجي تقول انا النهاردة بما ان انا متزوجة في السر، فالناس بتلسن علي، بتلسن عليك ليه يا ستي؟ عشان خاطر هم مش عارفين ان انا متزوجة الشيخ عبد الله رشدي. وكلمته في الموضوع بدل المرة كذا مرة، الناس بتلسن عليا وبعتلي في الكومنتات بيقولوا كذا 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 كذا، ولما بخش صفح بلاقي كذا كذا كذا. فالراجل رد عليها وقال لها سيبك من موضوع الصفح والتعليقات اللي ملهاش ريحة اللازمة، احنا مش فاضيين للكلام ده، ولا احنا يعني ايه عايزين نخش في الموضوع ده. فاتهمته بانه راجل عنده برود
في عدم الاستجابة لطلباتها، اتهمته بالبرود لعدم الاستجابة لطلباتها. طبعا أنا من وجهة نظري إن هو أساء لنفسه في اختياره للزوجة دي، وطبعا الزوجة دي كمان خلفت منه، فالموضوع بقى طبعا بقى فيه النهاردة أولاد في السكة. فهي بتقول لك أنا عايز أتطلق وهو مش عايز يطلقني، أنا كنت بحبه وكنت بعشقه، ولكن لما كلمته على إن أنا بتهان وإن أنا يعني الناس بتسوق سمعتي وهو بيردش والكلام ده كله. الحقيقة أنا يعني ممكن أكون ليا رأي خلاف من الناس كلها. أنا رأيي إن أنت تحمدي ربنا إن الراجل خدك من سكة الضياع وداك لسكة، يعني ممكن لو قابلت ربنا أو قابلت رب كريم إن أنت يعني تبقى اتنقصتي من اللي كنت هتروحي فيه. ولكن في الأول وفي الآخر إن أنا وجهة نظر إن هو ما أحسنش الاختيار، لأن بصراحة المفروض إن هو قايل لك من الأول إن أنا مش عايز حد يعرف عني حاجة، ومعروف على الشيخ عبد الله رشدي إن هو ما بيحبش حد يعرف عنه حاجة، لأنه طبعا يا جماعة هو شخصية عامة. الشخصية العامة دي بتبقى مش عايزة حد يعرف عنه حاجة، لأن لما حد بيعرف عنه حاجة زي ما انتم عارفين إن الهبد دلوقتي بقى كتير. دلوقتي الناس بتقول لا ده هي إن هو راجل مش كويس وإزاي بيصدر حاجات ملهاش. من وجهة نظري إن هو الراجل بصراحة، أنا من وجهة نظري إن الراجل ما أحسنش الاختيار دي. في الأول وفي الآخر واضح إن هي حنت لماضيها وإن هي عايزة ترجع تاني للماضي والكلام ده كله. ولكن في الأول وفي الآخر أنا يعني المفروض إن أنت تحمدي ربنا على اللي أنت فيه وتكملي بقى وتعيشي ست لبيتك وتصوني بيتك وتصوني جوزك، وبلاش الكلام اللي هو ملوش ريحة اللازمة ده، وتحمدي ربنا على اللي أنت فيه، لأنه هو راجل في الأول وفي الآخر شخصية محترمة، ما يستحقش إن هو بعد اللي هو عمله معاكي ده وتوبك عن سكة ما كانتش لها ريحة اللازمة إن أنت تخوضي في عرضه وإن أنت تطلعيه بالصورة الوحشة دي. أتمنى إنك تراجع نفسك، وأشكركم. ولو الفيديو عجبكم ادونا اللايك والشير الجميل وكومنت ظريف. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.